السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالوراك وشوية رز مفلفلين وشوية سلطة. على القد يعني، ده غدوة بسيطة وسهلة جدا، ما بتاخدش وقت ولا غلبة. ومكوناتها كلها بتكون جاهزة في البيت على طول، تقومي تعملي كده شوية بطاطس ما بياخدوش منك أي وقت خالص. في الآخر بتتغدي غدوة كويسة جدا، وطعمها جميل وبرضه بتكون مقبولة. قبل بس ما نبدأ في الطريقة في الفيديو بتاعنا، يا ريت سبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس وتعليق زيكم كده حلو يا قمرات. هنا بقى انا كنت جايبه 3 وراك يا دوبك، بس كده على القد، انا مش بجيب كتير، انا هو بس على قد الغدوه. تمام. جبت 3 وراك كده حلوين، هنضفهم طبعا كويس جدا من اي حاجه فيهم، من اي زفاره فيهم، من اي حاجه زايده، من ريش، من اي حاجه طبعا موجوده. انضفهم كويس، بس ما كنتش عارفه اعمل عشان بصور بالايد التانية. هنضف كويس جدا، وطبعا مجهزه لهم ميه النقع. ميه النقع زي ما انتوا عارفين ان انا بحط ميه النقع بتاعتي، بحط ميه وملح وخل وسكر وليمون وطماطمايه ممكن متقطعه. السكر بيشيل طبعا الدم والحاجات الزايدة دي كلها، حتى من قلب الفرخة او من قلب الوراك نفسها من جوه. يعني انت ساعات لما بتفتحي الفرخة كده تلاقي في العظم من جوه كده دم. لا، ده بيشيلها خالص. بتزودي شوية سكر في المية بتاعت نقع الفراخ، وتسيبيهم كده منقوعين شوية حلوين. يعني ما تستعجليش عليهم، تسيبيهم كده منقوعين شويه حلوين، هيشيلوا اي زفاره. والطماطم برضو بتساعد ان هي تشيل الزفاره من الفراخ، ما تخليش اي زفاره فيهم خالص. كده تمام. انا كنت غسلت الوراك بتاعتي، بصي هي انا نضفتها كويس برضو، يعني انا انضفها كويس جدا وبرضو بنقعها. هما كانوا 3 وراك. تمام كده. انا بقى هنا كنت مجهزه الميه، جهزت الميه ليمون وطماطم وملح وسكر وخل وميه. دي كده ميه النقع، انا بحطهم في ميه النقع دي شويه بس. طبعا لما تحطي الملح والسكر تدوبيهم، يعني مش تحطيهم وتحطي فوقيهم الفراخ بس، لا، تدوبي كل الحاجات اللي انت حطيتيها دي في قلب بعض، وتحطي بعد كده الوراك وتسيبيها شويه. هنا انا هسيبها شويه لحد ما اجهز بقى حاجات البطاطس والحاجات دي كلها. انا هنا كنت هعمل لهم بس شويه تتبيله، تتبيله الفراخ، فما كنتش عايزه كتير، انا بس كنت عايزه طماطمايه وبصلايه وقرنين فلفل رومي. هعملهم في الكبه لاني انا بحب اتبل الفراخ. كده انا حطيتهم تمام في الكبه. هفرمهم وهحطهم ارجعهم تاني في نفس الطبق. اي حاجه حتى لو في وراك، انا بحب اتبل الوراك، وبحب اتبل الفراخ المشويه والحاجات دي كلها. الفراخ عامة بحب اتبلها، بتكون ليها طعم بصراحة حلو، احسن من ان انت تسلقيها وتحمريها. خلاص بقى، الطريقة ديت الواحد شبع منها بصراحة يعني. انا مش بقول وحشة، بس هي يعني الاختلاف، إن التغيير في الاكل بيفضل ان انت تغيري في الاكل كل شوية. كل شوية تعملي حاجة شكل يكون في نفس كده للاكل. كده انا تمام، نقلتهم في طبق. هحط التوابل بتاعتي، ملح وكمون وفلفل وبهارات وكزبره. البهارات ديت بهارات فراخ. تمام. وفي كيس مرقه، زي كيس المرقه كده، طالع فيه 11 بهار. بابريكا، في سوري، انا هنا حطيت شويه بابريكا. الكيس اللي عامل زي كيس المرقه الفوريه كده، بيكون في كيس طالع فيه 11 بهار. بيكون متطعم بقى جوز الطيب وقرفة وحبهان والحاجات دي، برضو لو جبتيها وحطيتيها بيدي طعم جميل جدا للفراخ بتاعتك. وهنا حطيت شوية ليمون وهقلبهم كويس جدا مع بعض. صوص الباربيكيو بيخلي الطعم، يعني الحاجة بصراحة طعمها مميز بالنسبة لي. يعني انا قلت لكم جربوا الخلطة دي، وبرضه قريب جدا انا هعمل على القناة خلطة فراخ تانية برضه ان شاء الله هتكون حلوة جدا. بس جربوا دي وان شاء الله هتعجبكم. وحتة عسل نحل. العسل النحل برضو، يعني في ناس بتحط العسل النحل مع مية بصل، مع الحاجات دي برضو، هي كويسة لتتبيلة الفراخ، مع صوص الباربيكيو، مع الليمون، مع الملح والتوابل بتاعتك، مع مية بصل، مش مع بصل. انا بقى محطها مع البصل نفسه. انت عايزه تعمليها كده اعمليها، عايزه تعمليها زي ما انا عاملاها كده برضو اعمليها. الاتنين كويسين جدا، وبألف هنا وشفا للي ياكله. كده تمام قوي. انا هنا قلبت التتبيله بتاعتي كويس.
كده الفراخ انا شطفتها، كنت سبتها طبعا منقوعه شويه، يعني انا كنت بس جهزت التتبيله بتاعه الفراخ ووقفت الفيديو لحد ما الفراخ الوراك اتنقعت شويه حلوين. كده تمام. او بصوا بقى، ولا فيها دم ولا فيها اي حاجه، يعني بصوا ركزوا كده في الفيديو، ما فيهاش ولا دم ولا فيها اي حاجه خالص. وتشم ريحتها ما فيهاش ريحه زفاره نهائي، يعني بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني حاجه جميله جدا. كده تمام أوي. انا هنا كنت تبلت الفراخ وجهزت بقى حاجات لصينيه البطاطس. معايا بصلتين متقطعين طرنشات كده، طماطميتين يعني لا حوالي 4 طماطمات كده، 3 قرون فلفل رومي. انت لو عايزه تحطي فلفل رومي فلفل قصدي حامي حطي. هنا كان بسطوتس على حسب ما انت هتستخدمي. البهارات بتاعتي برضو ملح وكمون وفلفل وكزبره ومكعب مرقه، مكعب مرق الدجاج العادي شوربه. وهنا كانوا كاتشب او طماطم، يعني عايزه تحطي شويه كاتشب حطي، عايزه تحطي طماطم حطي. الاتنين كويسين جدا فوق الصلصه، فوق ان انت حاطه طماطم. وهنا معلقتين ليمون. هنا هجهز التتبيله بتاعه هجهز الحشو، يعني الحاجه البصل والطماطم كله هحطه على بعضه واتبله. انا بحط كله فوق بعضه، يعني انا مش بحمر البطاطس، مش بدبلها كده على النار تدبل واحط الطماطم معصوره، لا انا بحب احط كل حاجه زي كده، الطماطم متقطعه والبصل سوري والفلفل والحاجه بتاعتي كلها احطها زي كده في طبق. تمام. انا دينا حطيت البصل والطماطم والفلفل، انت زي ما قلت لك لو عايزه تحطي فلفل حامي حطي. والبهارات بتاعتي زي ما اتفقنا ملح وكمون وكزبره وفلفل اسمر ومكعب مرقه. هنا شويه طماطم او شويه كاتشب فوق الصلصه، فوق الطماطم اللي انت مقطعاها. هنا كنت بس ايه، بدل ما يفيض منها حطيت الليمون عليها ونزلتهم كلهم مع بعض. حوالي ليمونه كده او نص ليمونه، يعني زي ما انت عايزه، ليمونه نص انما مش اكتر من كده. هقلبهم بقى كويس جدا في بعض، كويس جدا. مش هقلب تقليبه والسلام وخلاص، لا هدخل المكونات كلها في قلب بعضها، هخلي التوابل كلها تدخل جوه الطماطم والبصل. بص انا عملتها كويس جدا، خليت الطماطم والبصل والفلفل ده كله شارب من التوابل اللي انا حطاها. هنا حطيت معلقتين زيت، في حدود معلقتين زيت كبار، وهقلبهم تاني ببعض. كده تمام قوي. الزيت بيدي لمعة، بيخلي الاكل قدامك بصراحة بيلمع. بحطه، يعني انتوا عارفين ان انا بحط حتى شوية زيت على اي حاجة كده من فوق، بيخلي الحاجة بتاعتي بتلمع. كده انا كنت مقطعه طبعا البطاطس ومجهزه كل حاجه. هنا الصينيه اللي انا هحط فيها، بحط شويه من تحت، شويه خضار من تحت، البصل والطماطم والفلفل بحطهم في قعر الصينيه، عشان بس البطاطس لو النار سيت عن هي كده ثانيه ما تلزقش في الصينيه. وحطيت البطاطس بتاعتي بالتساوي كده، فردتها برضو في الصينيه كلها. انا عامله كميه صغيره مش كتيره جدا يعني. وهفرد الطبقه التانية من فوق، يعني نص الخلطه من تحت والبطاطس في النص والنص التاني من فوق. كده تمام قوي. انا بس كنت يا بنات اديت الفراخ صدمه، يعني اديت الوراك بس صدمه كده بسيطه، عشان محدش يقول لي ياسمين انت حطاها مستويه ولا حاجه، لا انا اديتها بس صدمه كده بسيطه على النار. وتبلتها طبعا بالتتبيله اللي انا عملتها معاكم. كده تمام قوي. وحطيتها على الوش. انا كده جهزت الفراخ بتاعتي، جهزت الوراك، تبلتها. التتبيله طبعا بتاعتي انا متاكده ان هي مظبوطه من الملح والبهارات بتاعتها كامله كويسه الحمد لله. كده تمام قوي. برضو شويه التتبيله دول مش هيخسروا، يعني نحطهم من فوق، طعمهم جميل جدا ولذاذ، عليهم عسل نحل وصوص الباربيكيو وحاجات بصراحه في منتهى الجمال. كده تمام قوي. انا هدخل الصينيه ديت هغطيها بس الاول بورق السلوفان عشان تستوي كده معايا كويس. هدخلها على درجة حرارة عالية يعني او وسط، فوق الوسط كده بشوية، يعني مش هخلي درجة الحرارة بتاعتها واطية. تقعد نص ساعة بس كده، ما تعريش عليها، ما تكشفيش عليها. تمام. كده تمام. انا رشيت رشة زيت برضو من فوق تاني، يعني بصراحة انا بفضل ان انا ارش رشة زيت. غطيتها بالورق بتاعي. كده تمام. او هدخلها على درجة حرارة فوق المتوسط زي ما اتفقنا كده لمدة تلت ساعة او نص ساعة. وبعد كده تشوفي بقى الاخبار ايه، تشوفيها استوت لا لسه شوية، انتي تتابعي بقى. هنا كنت هعمل شوية رز
حطيت المادة الدهنية بتاعت الزيت او السمنة، او ممكن تحطي شوية زيت وحتة سمنة. انا برضه اهو حطيت حتة سمنة، وحطيت الشعرية. كده تمام، انا حطيت الشعرية وحطيت السمنة. طبعا انتوا يعني مش محتاجين، بس انا قلت اصور يعني اكمل بقية اليوم، يعني اكمل بقية الفيديو بتاعي. عملت شوية رز كده جنبيهم. انا مش بحب الشعريه يكون لونها احمر زياده عن اللازم، لا انا بحب اخليها كده الاحمران بتاعها فاتح مش غامق. ما احسهاش بعد كده، يعني لما بحط الشعريه لو الاحمران بتاعها زاد قوي، السوا بتاعها زاد، بحسها بعد كده محروقه في الرز، بحس ان في حاجه مسوده، في حاجه محروقه. فلا انا بخلي الحمران بتاعها يكون كويس كده، يكون فاتح، مش ما بخليهاش تحمر قوي. تمام. لو انتوا لسه معايا يا بنات لحد هنا، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده تمام قوي، الشعريه اتحمرت معايا وبقيت زي الفل. هحط الرز. هتحط الرز زي ما انت عايزه، انا هنا حطيت كوبايتين رز. تمام. بحط على الرز بتاعي ملح. انتي ممكن يعني بحط شويه، يعني ساعات احط ملح، ساعات احط ملح وواحده شوربه. اللي عايزه تحطيه بقى حطيه. هنا هحط بقى حطيت كده الرز، هشوحهم كويس جدا، اخلي الرز ياخد كله الماده الدهنيه اللي انا كنت حطاها، يتشمع كله بالماده الدهنيه. تمام. كده تمام قوي اهو. بص الرز انا خليته يتشمع كويس جدا بالماده الدهنيه. ما مش اول ما احط الرز على الشعريه اروح مزوداه بالميه على طول، لا بسيب كده بشوحه على نار هاديه كده شويه الاول، لحد ما عشان الرز بتاعك يطلع مفلفل كده وحلو. كده تمام قوي. كده تمام. انا هنا بقى كنت زودت الرز بتاعي. انا بخليه يزيد عن الرز اللي انا حطاه بمقدار 2 سنتي. كده تمام قوي. هنا انا بدهن الغطا بتاعي زيت، بدهن الغطا زيت عشان الغطا ما يبقعش، يعني ما يكونش فيه بقع كده بنيه. لا الغطا بتاعك ما يبقعش خالص. لما بتدهين الغطا زيت، الغطا بتاعك ما بيحصلوش اي حاجه. جربي المعلومه دي، فعلا كويسه جدا جدا. كده هنا انا كنت خلصت الاكل بتاعي. قولوا لي بقى ايه رايكم في التعليقات، عجبكم الفيديو ولا لا؟ ويا ريت لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس وتعليق زي العسل كده زيكم يا امارات. كده تمام. انا كنت عملت هنا بقى شويه سلطه، ما كنت محتاره مش عارفه اعمل ولا، قلت خلاص اعمل شويه سلطه كده جنبهم اهو الواحد يبلع بيهم. كده تمام. انا اكون خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. بصوا الفراخ طالعه مستويه، يعني انا هو بصوا يا بنات طلعت الفيديو، طلعت سوري الفراخ، طلعت الفراخ من الفرن بالصينيه. الفراخ مستويه جدا ما شاء الله، ومحمره، يعني اخدت الوقت الكافي بتاعها. البطاطس مستويه جدا والله، وطعمها جميل جميل جدا، يعني جربوها ومش هتندموا. يلا اشوفكم على خير في الفيديو التاني. باي باي.